يا أهلا وسهلا فيكم. وصفة اليوم تارت بالجوز، وصفة جدا لذيذة وطعمها كتير رح يعجبكم. هنبلش. هضيف البيض وراح أخفق البيض مع السكر. المكونات مكتوبة طبعا بالوصف. بخفق لحد ما يدوب معي السكر. ببلش أضيف الزيت بالتدريج حتى تتجانس المكونات مع بعضها، وبلش أضيف الحليب. فينا نشتغلها بالخلاط، فينا نشتغلها بالخفاقة الكهربائية، وفينا نشتغلها بالخفاقة اليدوية، الشي المتوفر عنا. هلأ بحط الجوز المطحون والبسكوت المطحون وبخلط منيح. بعد ما اخلطهم هضيف عليهم فانيلا. الفانيلا فيني احطها سائلة، فيني احطها باودر المتوفر عندكم. بضيف معلقة البيكنج باودر وبنخل كوب الطحين حتى اتخلص من هاي التكتلات الموجودة فيه. بخلط المكونات كتير منيح لحد ما يصير عندي الخليط جاهز. هلأ فيني استخدم اي قالب تارت موجود عندي، الكان السيليكون او الكان المعدني المتوفر عنا. راح ارش القالب بالزيت واضيف الخليط. الفرن محمى مسبقا عندي على درجة حرارة 170 من اعلى واسفل. بحطه بالفرن وبجهز الصوص اللي راح احطه فوق التارت. جبن كيري مع حليب مكثف محلى. راح بخلطهم لحد ما يصير عندي قوام كريمي. الخليط راح يكون كريمي. حطه على جنب لحد ما اطلع التارت من الفرن واتركه شوي لحتى يبرد. بس برد بجيب التارت وبقلبه صحن التقديم او باي طبق بتحبوه عنكم، وببلش نخزه بالسكينة مشان صوص اللي عملته يتشرب بالتارت مثل ما شايفين. وهلأ بحط الخليط فوقه، يعني الكمية اللي انا بدي اياها، وفيني زينه باي شي منحبه. انا حبيت زينه بالشوكولا بهذا الشكل، انتو بتقدروا تزينوه باي طريقة بتحبوها. بعد ما اخلص تزيين التارت بحطه بالبراد ساعة لحد ما يبرد، وبقطعه وبقدمه. وبألف صحة وعافية على قلب. لا تنسوا الاشتراك بقناتي، ولا تنسوا تدعموني. بحبكن كتير وبكبر فيكن. ان شاء الله بنزل لكم وصفات تكون عند حسن ظنكن. باي باي.